شكرا لهذان الكبيران الزمالك ونادي الوداد، قدموا لنا متعة كروية استطربنا واستمتعنا بها. واسمع يا من تسمع أزير الجماهير وأصوات تتعالى وكفوف تلهب تصفيقا وتشجيعا على ما قدمه فريق الوداد على هذه الملحمة الجميلة الرائعة التي ستبقى خالدة في ضياء وذكرى هذه البطولة. الكرة من جانب طارق حامد، استخلاص حاضر امامنا وتقدم لصالح الوداد، الانطلاقه حاضر مباشره، السعيد يمر وفات وعدى. فاز فريق الوداد البيضاوي على ضيفه الزمالك المصري ب5 أهداف لهدفين مساء اليوم السبت بمجمع الامير مولاي عبد الله بالرباط في مباراه الاياب برسم دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وسجل اهداف الوداد الليبري ويليام جبور في الدقيقتين 42 و 45 واسماعيل الحداد في الدقيقه 19 والكونغولي فابريس انضم في الدقيقتين 56 و 64 بضربه جزاء، بينما سجل هدفي الزمالك باسم مرسي في الدقيقه 35 والنيجيري ستانلي اوهاوشي في الدقيقه 81. وفشل الوداد الذي قاده المدرب الفرنسي سيباستيان دي سابيرو المغربي محمد سوير في تخطي الهزيمه الثقيله التي مني بها بارض الكنانه ارض الفراعنه. وكانت مباراه الذهاب التي جمعت الفريقين بملعب برج العرب بمدينه الاسكندريه يوم الجمعه الماضي قد انتهت بفوز كبير للفريق المصري ب4-0 بسبب تقاعس المدرب الويلزي توتشاك. ويبقى فريق الوداد البيضاوي الذي خلد يوم الثلاثاء الماضي الذكرى 19 لرحيل مؤسسي الحاج محمد بن جلون التومي آخر فريق مغربي وصل إلى هذا الدور من المنافسة التي سبق أن بلغ دورها النهائي سنة 2011 وانهزم أمام فريق الترجي التونسي ب1-0 بملعب راديس بتونس بعد تعادل الفريقين سلبا في مباراة الذهاب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. تجدر الإشارة إلى أن فريق ميلودي سانداوز من جنوب إفريقيا تأهل إلى نهائي دور أبطال إفريقيا بعد فوزه اليوم السبت على فريق زيسكو يونايتد الزامبي ب2-0 برسم إياب الدور نصف النهائي الثاني، علما أن الفريق الزامبي انتصر ذهابا ب2 خاصة لواحد. على هذا المردود، على هذا العطاء، على هذا الوجه، على هذه العزيمة، على هذه الروح اللي قدمها الوداد اليوم، فعلا شكرا وشكرا جزيلا.